الليله بالكامل. بس في حاجه انا عاوز اقولها. 30/6 كانت يعني بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه ثوره بدايه جبر الخواطر. يعني جبر خاطر لواحد منسي. يعني اقرب قانون ليه كان سنه 79. السيد الرئيس يعني جه سنه 2018 وعملوا عامل ذوي الاحتياجات الخاصه. كان اول قانون يدي حق لذوي الاحتياجات الخاصه، يديهم حق في العمل، يديهم حق في الطريق، يديهم حق ان هو يخش البرلمان، يديهم حق ان هو يسمع صوته. كان قبل كده مفيش الكلام ده خالص. احنا من 2018 يعني الحمد لله السيد الرئيس والقياده السياسيه جبرت بخاطرنا. فاحنا عشان كده احنا بنقول لهم احنا في ظهركم واحنا معاكم واحنا قلبا وقالبا. يمكن انتوا بتشوفونا على كرسي متحرك، على عكاز، على الدنيا كلها، بس احنا الحمد لله احنا بدماغنا ودنيتنا، والحمد لله بهبه من ربنا احنا ممكن ندير الدنيا كلها واحنا مكاننا. احنا يعني الدنيا كلها بتقف على فكره، الدنيا كلها بتقف على وعي. الفكره والوعي هو المخ. فاحنا الحمد لله عندنا الافكار وعندنا الوعي وعندنا المسانده. فاحنا في ظهر القياده من اجل جمهوريه جديده وتنميه مستدامه. فاحنا بنقول من هنا ومن مكاني هنا ومن قدام اساتذتي والمنصه الكريمه ومن قدام كل القيادات الموجوده، احنا هنا في ظهرك يا ريس، واحنا موجودين معاك وهنكمل معاك من على الكرسي، من على الارض هنزحف هنكمل معاك. كلنا هنكمل معاك. الكفيف هيسند على السليم والسليم هيسند على الحركه. احنا كلنا هنكمل بعض وهنسندك يا ريس، واحنا معاك، احنا معاك. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا بحيي الباشمهندس ايهاب على كلمته الجميله، ولكن انا عايز اقول والغربيه مسيطرين. نحن كقياده سياسيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطت الحق وليست جبر خاطر. جبر الخاطر اللي انا طبطب عليك النهارده ثم بالدفع ثم تنتهي هذه المجامله، انما انت اخذت حقك في عامل ذوي الاحتياجات الخاصه ومستمرين في ده الى ما شاء الله. اعاد الحق وليس جبر خاطر. السياسه العامه ان تستمر وليس جبر خاطر. شكرا.